أنا في مصر أول مرة أجي، لكن أجي أول مرة أني أنا أحب مصر قبل ما أجي. هذا اللي أنا يمكن الطالب أحفظ لي أغاني هبط السوق ولد السنة وتقل أخواني يا أرض مصر والحليب تدور في كل جسم من روائح أنا من بغداد. لك في الورى شوق التجلي كلما هذا الزمان بمسدة الأختام يتحدثوكم كالقراصين وبظلك نبرت رقى الغناء الكردي والغناء التركماني ونرى الشام أيام الكلاب الفنان يجب أن يكون مثقف يعني كل طالب في المدرسة حفظت كل أغاني أم كلثوم عبد الحليم الأكاديمية لذلك مدرس حاصل على شهادة الرؤيا النيل العظيم ناشدا الموسيقى والغناء بشكل أكاديمي بشكل أكاديمي. أنا أحمل 4 صفات. أنا عازف خان بروفيشنال، عازف يوم كبار بدع صار وكأن كل فناء في زمن آخر أغنية لحنت الشبيبي المرحوم صالح شلونك عين شلونك على عيونك. وأيضا مايسترو منابر مزروبة مجدا لصوت أدائها حصلت على شهادة من محمد القبنجي رائد النظام العراقي. حضرت هو محمد القبنجي غنى في مصر بالمؤتمر الموسيقي الأول سنة 32 غنى في مصر المدرامي. حصلت على جائزة القبنجي وأنا صغير على سنة حصلت على شهادة الحرية من 78. أنا مثلت بلدي في تونس في مهرجان تستوى في تونس. مشيت الله يرحمه نزلي إلى تونس أمثل العراق. يعني أنا أمثل بلدي من سنة 78 ولحد الآن يعني مسيرة جميلة. يعني وأنا قلت الفنان إذا عنده هدف عنده رسالة لازم يتحقق. مهم من كل فن زاهر قدامي. نعم. كانت تعالج الكواكب والهتم حيث القصائد. وده كان أشتاق يعني كل فنان إذا ما يذكر جيل ما راح يذكره. بزغ الشروق ما يذكر خاصة الفنان خاصة الشاعر حيث الجمال هناك يمسك الكيكمة رسمت تدير أو شريف الله أو شادية. ما زلت الممثلين الفنانين الكبار اللي كانوا يدرسوا بصمة ما زلت أذكر زهوها يا نفس اللقيا تزف بنكهة الإنسان واليوم فتنة نستزيد بضوئها في تلتين الحب يبدأ العمل ثم تفضل الله سبحانه وتعالى نغلي من الشعر اشتعل رفيقه في لحظة عربية الأرقام فتحية يا أهل مصر لكم قلتها مني جوارح الكرام وتحية تربة الأرض يزفها نحو من اللوحة جميلة جدا. الله سبحانه وتعالى